بيقولوا إن أصعب نوع رعب مش إنك تقابل وحش في الضلمة. الرعب الحقيقي هو إنك تكتشف إن الوحش ده عايش جواك، مستني اللحظة اللي عقلك ينام فيها عشان يصحى هو وياكل الأخضر واليابس. يا مساء الرعب على كل اللي بيسمعونا دلوقتي. اظبطوا السماعات، اقفلوا النور، وسيبوا عيونكم وخيالكم معايا، عشان اللي هحكيه لكم الليلة قصة هتخليكم تبصوا في المراية وتخافوا من نفسكم. كنا شلة أصحاب ملناش في الدنيا غير اللمة والفسح والروقان والهزار اللي ما بيخلصش. أنا اسمي علاء، ومعايا طه وإيمان وحسام. كنا في حفلة جامدة في السخنة. الجو كان خربان خالص، رقص وتنطيط ومزيكا عالية وهري مالي الدنيا، وعدينا الساعة 3 الفجر. يا عيال، يلا نلم الليلة دي عشان نلحق كام ساعة نوم قبل الشغل. ركبنا العربية، الضحك مالي الكابينة، وإيمان مشغلة أغاني وبتغني معاها، وطه مقتول نوم ورا. ما كناش نعرف إن الضحك ده هو آخر ضحكة هنضحكها في حياتنا. على طريق فرعي ضلمة ومقطوعة، حسام تاه، الGPS هنج تماما، وفجأة الجو بره بقى ساقع زي التلج. كشافات العربية لقطت يافطة قديمة ومصدية مكتوب عليها بخط باهت: نجع ال7 سواقي. حسام جه يرجع لورا، العربية غرزت، الكاوتش بيلف في الرمل، ومفيش فايدة، والموتور طلع دخان وقطع نفس. تكييف العربية وقف والسكوت حل، سكوت مرعب مفيش فيه حتى صوت صرصار. وفجأة طه صحي من ورا وهو بيلهث: احنا فين؟ الصوت ده جاي منين؟ صوت ايه؟ ما كناش سامعين حاجة. ثواني وبدأنا نسمع صوت خطوات بطيئة وخربشة على صاج العربية من بره. حسام فتح كشاف تليفونه ووجهه ناحية الشباك، وفجأة صرخ. من ورا الإزاز كان واقف كائن ملامحه تشبه البشر بس مشوهة، عينيه واسعة وجحظة وما فيهاش نني، وفاتح بقه بابتسامة مرعبة واصلة لحد ودانه، ابتسامة كلها جوع. الوحش ضرب الإزاز بإيده، اتهشم في ثانية، وبقوة مش طبيعية شد حسام بره العربية. احنا اتسمرنا مكاننا من الرعب بنحاول نشد حسام، بس الكائن كان أقوى. وفي ثواني سمعنا صوت كسر عظم وصوت مأساوي. الكائن كان بياكل في حسام وهو لسه بيطلع في الروح. إيمان قفلت ودنها وصوتها اختفى من الصدمة، وطه شدني وفتح الباب التاني: انزلوا واجروا على أي بيت. جرينا وسط الضلمة، والوحش ساب جثة حسام وبقى ورايا سريع زي الفهد. رجلي اتكعبلت ووقعت في الأرض، بصيت ورايا، الكائن وقف فوق، رفع ايده اللي كلها دم وضوافرها زي السكاكين، وفتح بقه عشان يخلص عليا. غمضت عيني واستسلمت. فجأة الكائن أطلق صرخة وجع وخوف مريعة. فتحت عيني، لقيت شعاع أحمر ضعيف بدأ يشق ضلمة السماء. الفجر بيأذن والشمس بدأت تطلع. الوحش أول ما حس بنور الشمس جلده بدأ يخرج منه دخان، وبحركة سريعة جدا جري واختفى وسط خرابات البيوت وكأنه فص ملح وداب. قمت وأنا برتعش، مش قادر أقف على رجلي. المنظر ورايا كان كابوس. حسام صاحبي وأخويا كان متقطع أشلاء، حرفيا مفروم في الأرض، والدم مغرق المكان. منظر يخلي العقل يطير. إيمان كانت مرمية في الأرض بتترعش من الصدمة ومش قادرة تصرخ حتى، وطه واقف وشه أصفر زي الليمونة وبيتنفس بالعافية. وفجأة سمعنا أصوات ترباس خشب بتتفتح. أبواب البيوت القديمة المهدودة دي بدأت تتفتح واحد ورا التاني. ناس خرجت، بشر زينا بس شكلهم تعبان وشقيان، وشوشهم باهتة وعيونهم فيها خوف ملوش آخر. جريوا علينا بسرعة. 2 ستات مسكوا إيمان وشالوها، وراجل عجوز لابس جلابية قديمة وطربوش أحمر. عرفنا بعد كده إن اسمه الحاج محمود. قرب مني ومسكني من كتفي: احمدوا ربنا إنكم لسه عايشين، النور لحقكم في آخر ثانية، تعالوا معايا بسرعة قبل ما حد يشوفكم. خدونا جوه واحد من البيوت، قعدونا على كنبة قديمة وبدأوا يداوونا. واحدة ست غسلت لي الجروح اللي في رجلي وأنا مش حاسس بحاجة، عقلي كله واقف عند منظر حسام. الحاج محمود بصلنا بحزن وقال بصوت واطي: صاحبكم خلاص، البقاء لله فيه، مفيش فايدة، بس المهم دلوقتي انتوا
نجع ال7 سواقي، والمكان ده اللي بيدخله ما بيخرجش منه. بس كده وخلصت حلقتنا النهاردة. لو عجبتكم اعملوا كومنت وقولوا عايزين جزء تاني، وطبعا اللايك والسبسكرايب. سلام.